نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير أو مساء الخير على حسب الفيديو اللي بتشوفيه دلوقتي. هنعمل مع بعض تتبيلة حلوة للفراخ ولحم الضاني اللي معايا زي ما انتوا شايفين كده: عسل، جبس رمان، وزيت، ملح، وزبرة ناشفة، ومعايا زعتر، ومعايا روزماري، ومعايا بصل، ومعايا طماطم، ومعايا توم، ومعايا حباية من الليمونة، حباية واحدة بس من الليمونة، ومعايا علبة زبادي، وملح وفلفل اسمر وكزبرة ناشفة. كل اللي احنا هنشوفه ده مع بعض. ما عندكيش كبة، تعالي نضرب الحاجات دي الاول في الخلاط. ضربت الاول حبتين الطماطم كده عشان خاطر تسهل معايا الامور، والبصل يمشي كده في قلب الخلاط. تمام. حطيت كمية البصل كلها مع نص راس التوم دي، وهنضربهم كويس جدا جدا في الخلاط لغاية ما ينعموا. تمام. تأكدي كويس انهم مضروبين كويس جدا في الخلاط. معايا ليمونة كاملة هحصرها على التتبيلة دي. تمام. هحط بقى معلقتين كبار بس من الخل، كفايه معلقتين. تمام. وهحط كمان دبس الرمان برضو معلقتين، وكمان هحط حوالي 4 معالق كبار من الزيت. مش عايزه تحطي الزيت العادي بتاعنا، حطي زيت زيتون. كزبره ناشفه، وملح، وكاري، وكركم، فلفل اسمر، وحطيت معلقه كبيره كده مليانه من بتاعه المشاوي، وحطيت كمان زعتر وروزماري، ومعلقه كبيره علبه زبادي كبيره بقى هنحطها في التتبيله دي. تمام. ده كده الزعتر والروزماري اللي احنا حطيناه. وهاخد معلقه كبيره من العسل بتاعنا. تمام. اهم حاجه في التتبيله دي انك انت تظبطي الملح. وكمان هحط معلقه كبيره من الصلصه. مش عايزه تحطي براحتك، ما تضيفيلهاش. تمام. وكمان هحط مكعب من المرقه، ده هيديكي طعم جميل برضو في التتبيله دي. تمام. خلاص خلصنا التتبيله بتاعتنا وقلبناها كويس جدا. هنعمل زي ما قلت لكم معايا لحمه ضاني ومعايا كمان فراخ، فهنقسمهم كده. هنقسم التتبيله دي نغلف باللحمه بتاعتنا دي في التتبيله كويس جدا. عايزه اقول لكم ان احنا عاملين التتبيله دي ليله كامله، يعني عملتها من بالليل لغايه تاني يوم. بيتها ليله كامله في التلاجة. تمام. هنا كان تاني يوم بقى غطيتها بكيس عشان ما تعملش ريحه في التلاجة، يعني ريحه التتبيله كده ما تطلعش في التلاجة. تمام. عندك الستريتش اللي هو كيس الاسترتش ده تغطيه بقى اي حاجه. هنا بقى جبت اللحمة الضاني دي حطيتها في حلة لان انا هسويها على عين البوتاجاز، والفراخ رصيناها كده في صينية وهندخلها الفرن. هديت النار على اللحمة الضاني دي لان انا مش هزودها مية خالص، هخليها تستوي كده مية منها فيها، البصل هينزل ميته واللحمة فهتستوي منها فيها. اهم حاجة تكوني مهدية النار عليها خالص. تمام. والفراخ برضو بتاعتنا هدخلها الفرن من غير ما احط لها مية ولا اي حاجة، هتستوي معايا بسرعة. هنا بقى كانت اللحمة الضاني معايا، شايفين استوت ازاي؟ لون وطعم، وشايفين الصوص اللي نازل منها جميل جدا. تمام. مستوية و10/10. كذلك الفراخ شايفين اخده لون جميل جدا، وطعم وريحة كانت قلبة البيت كله حرفيا. طعمها كان جميل جدا. اتمنى بقى ما تنسيش تحطي لي لايك وتشتركي في القناة، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو بنزله. مع السلامة.